100,000 جنيه بالبنك الأهلي فايدتهم كام شهريا وكام سنويا وكام بعد اجتماع البنك المركزي. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. بعد اجتماع البنك المركزي يوم الخميس واللي قرر فيه تثبيت أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 19.4% و20.4%، وده كان خلال اجتماعه يوم الخميس. وهنا اتسأل كثير من العملاء عن شهادات البنك الأهلي وكيفية استثمار 100,000 جنيه بالبنك الأهلي بعد اجتماع البنك المركزي الأخير. طبعا كلنا عارفين إن البنك الأهلي يعتبر هو أكبر بنك في مصر وهو بنك مصر، سواء من عدد عملاء أو عدد فروع، وأيضا أكبر البنوك ثقة لدى العملاء. لذلك هنتعرف الآن عن كيفية استثمار 100,000 جنيه تقدر تستثمره في البنك الأهلي. والبنك الأهلي ده بيطرح شهادات بمدة 3 سنوات. أول شهادات معانا هتكون معانا وهي الشهادة ال22% متدرجة. العام الأول فيه بتقبض 22%، والثاني 28%، والثالث 16%. يبقى 100,000 جنيه في 22% بتاخد سنويا 22,000 جنيه في السنة الأولى. طب شهريا هنقبض فيها كام؟ يبقى ال22,000 على 12 شهر بيدولك 1833 جنيه شهري. العام الثاني 100,000 جنيه في 18% بيدونا 18,000 جنيه في السنة. أما شهريا 18,000 على 12 شهر بيدونا 1500 جنيه شهريا. أما العام الثالث 100,000 في 16% بيدونا 16,000 جنيه شهريا. بنقسم 16,000 على 12 شهر بيدونا 1333 جنيه، وبيصرف العائد شهريا. وأيضا يوجد شهادة أخرى وهي الشهادة لمدة 3 سنوات 19%، وده ثابتة طول فترة الشهادة مدتها 3 سنوات. الصرف بيكون فيها شهري. 100,000 جنيه في 19% هيدونا 19,000 جنيه سنويا. طب شهريا نقسم 19,000 على 12 شهر بيدونا 1583 جنيه شهريا طول ال3 سنوات. ولجان الإلكو بتجتمع الآن في البنوك، هننتظر منها كل التقارير وممكن الشهادات اللي ممكن تطرح أو ممكن يتعدل الشهادات اللي موجودة. كل ده هننزله على القناة وأسعار الفايدة. ما تنساش مشاركة الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا. ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يظهرك الفيديوهات القادمة بالشهادات الجديدة.